السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ان شاء الله هنعمل مع بعض 3 طواجن حلوين كده نجريسكو. نجريسكو ده طبعا في الاصل ده ايطالي. دي اكلة ايطالية بالمكرونة الطويلة، السباكيتي. تمام. تبقى بقطع الفراخ بالبصل والفلفل الالوان، بس ما عندناش حد هنا بيحب الفلفل الالوان. هنعملها ايه؟ بقطع الفراخ وبسيط من البصل كده. وهنشوف مع بعض بقى ايه. شوفوا هنعمل كل واحد طاجن، بس ده كبير شويه هنخبيه. ويعني ايه، هنعمل الطاجن ده حلو قوي على فكره. مش مظبوط قوي في تصوير التليفون، ظالم الدنيا خالص. يعني ده لونه حلو قوي قوي قوي، بس شوفوا ظاهر عامل ازاي. ده طاجن كبير شويه. تمام تمام. اوكي. زي ما انتم شايفين الطواجن الجميله دي، هنشوف هنعملها ازاي. طواجن النجريسكو. تمام. يلا نشوف التفاصيل مع بعض. معاكم ام هشام وصفات سوبر مام. وعملنا كمان ايه، شويه طبق فراخ مشويه اهي. واحنا بنعمل برضو في الفرن، واحنا استغلينا الفرصه وعملناها مشويه مشويه يعني. تمام. يلا نشوف مع بعض تفاصيل الايه، الحكايه. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. كل سنة وانتم طيبين دايما، وكل لحظة وانتم بخير. ملكوش طبعا دعوة بالايه، بالكلام اللي هنا ده، عشان دي الرز بلبن بتاعنا، علشان ايه؟ دي الدعم بتاع التحفيزي بتاع ابني في الثانوية. ربنا يخليه لي يا ربي، هشام، وافرح به السنة دي ان شاء الله. يا ريت بس ايه، قبل ما نبدأ تعملوا لي لايك وتشيروا الفيديو كده، عشان ايه؟ عشان ربنا يكبر بخاطري كده، وايه، ويبقى فيه شوية مشاهدات كده، علشان ايه؟ يعني احنا يعني ايه، في عرض مشاهدة يعني واحدة. كل سنة وانتم طيبين. معاكم ام هشام وصفات سوبر ماما. ام هشام هتعمل لكم ايه النهارده؟ بعمل لكم نجريسكو. نجريسكو بالمكرونه، ممكن الاقلام، وهي اصلا بتتعمل بالمكرونه اللي, اللي هي دي. انا مش حاطه بقى عليها زيت بقى عشان تفلفل ولا كده ولا حاجه، بس برضو مفلفله، مش عارفه اعمل ايه. المهم، طبعا سلقنا المكرونه وجهزنا كل حاجه وعملنا البشاميل زي ما انتم شايفين. وعندي طواجن اهي، ادي 1 2 3 زي ما تيجي نشوف. ده كيس مكرونه سلقناه طبعا وجهزناه. وطبعا عندي صدر فرخه كده واحد على قده كده، رحت مجهزاه اهو في الطاسه. وعندي شويه مكرونه ايه، مكرونه ايه، شويه جبنه شيدر على موتزاريلا، يعني من ده على ده. تمام. اهي برضو فككناها علشان لما بتتحط وهي ايه، وهي جامده، بتتحروق من على وش المكرونه. تمام. هنبدا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول حاجه طبعا النجريسكو بنعمله ازاي. طبعا الفرق الكبير اللي هو الفرق بينها وبين المكرونه البشاميل، طبعا هي بالبشاميل، بس دي بتبقى بايه، بقطع الفراخ. تمام. عملنا شويه القطع الفراخ اللي عندنا، وهنعمل ايه بعد كده؟ هنفضي نص البشاميل على المكرونه مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا انتوا عارفين ان انا بصور وبعمل كل حاجه بايد واحده. ثانيه واحده. شويه بقى ايه، عايزه حاجه كده من هنا كده. عايزين معلقه مثلا. مش هجهزها يعني، معلقه حلوه كده. ونخلط ده. انا هخلطهم وارجع لكم تاني يا حبايبي. كده يا حبايبي خلطناها كويس زي ما انتم شايفين. لو قربنا كده شويه هتلاقوها كده مسكت في بعضيها كده. يعني الناس اللي بتعجن المكرونه، اول ما تلاقيها عجنت مكرونه زي كده، تروح قلبها نجريسكو على طول. تمام. بعد كده بقى بنحط ايه، بنحط عليها الصدور الفراخ اللي انت اللي عندك اللي عملتيها، حطيها هنا بقى ونخلطها كويس بقى. اخلطها يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. هنحط قطع الفراخ عليها كده، نخلطها كويس قوي قوي قوي، ونرجع لكم يا امارات. يلا. وبكده يا امارات خلطناه كويس، وهنوزعهم على الطواجن دي. لما نشوف بقى هياخد 2 ولا 3. 3 طواجن انا مجهزه ده وده. تعالى كده. والصغير ده. تمام. هشوف كده هيكفي ايه كده ونفضيه وهرجع لكم نشوف مع بعض. شوفوا. وزي ما شفتوا يا امارات كده عملنا الطاجن ده.
وعملنا الطاجن ده فضينا فيه يا دوب كده، وبرده ايه لقينا الدنيا هتبقى زياده. برده ربنا بيبارك في الحاجه اللي بنسمي ونصلي على الرسول فيها عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا هنفضي الباقي ده هنا، ها تمام. ايوه كده. بعد كده يا امارات احنا خلاص كده استكفينا كده، كله بقى تمام اهو، وظبطنا كله. ربنا بيبارك في الحاجات دي قوي، بنسمي ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. طلعت 3 طواجن كبار اهم، صينيه حلوه كبيره تكفي فردين او 3، ودي تكفي فردين برضو، ودي ممكن إيه تبقى فرد واحد بس، فرد مشبعه يعني. تمام. بعد كده بقى ايه شويه مكرونه، كل مره اقول عليها مكرونه. شويه جبنه كده من جوه قبل ما نحط البشاميل كده. بسم الله ما شاء الله، عشان تبقى مغذيه جدا للاطفال طبعا لو في اطفال. تمام. حطينا كده خلاص. بعد كده بقى بناخد البشاميل نحطه على الوش. تمام. هنظبط الدنيا كده ونرجع لكم تاني ونظبط البشاميل على الوش كده زي ما انتم شايفين. احسن حاجه في المكرونات دي البشاميل يبقى كتير. ايوه لما يبقى كتير بقى بتبقى غنيه وحلوه وحبوها قوي. وكل الحكايه انت عملت كيس واحد مكرونه. تمام. والله كيس واحد مكرونه بس. بنسوي طبعا كده. في ناس بتقول لي المكرونه يا ام هشام ما يعني ما بيطلعش القطعه كامله على بعضيها. لا، ليه؟ اولا بحب اعمل دايما في في الطواجن او في الصواني اللي هي المربعه المستطيله دي، بتطلع الحته بتضمني منها الحته تطلع على بعضيها. وبرده المدوره خلي بالك. خلاص احنا ظبطنا واحده اهي زي ما انتم شايفين. هنشوف التانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هناخد بشاميل ونحط على الوش كده زي ما انتم شايفين. انت بترسميها كده برده. اهم حاجه برده البشاميل يبقى حلو وكتير. المكرونه الحلوه بتبقى مليانه بقى بشاميل. تمام. انا بعملش بشاميل كتير بس انا متوصي عليها المره دي بقى. هشام ابني ربنا يخليه لي يا ربي وينجحه. ادعوا له بقى ربنا ينجحه ان شاء الله. اصل هو سامعني دلوقتي باين. المهم عملنا الطاجن التاني اهو. انا هنقي احلى طاجن ونديهوله. تمام كده. الاتنين خلصوا اهو. يا دوب هنحط التالت معاكم برضو عشان انا مش عايزه اسيبكم ولا لحظه. تمام. ده برضو الطاجن ده مدور. عاملاه مدور كده علشان هو هيتاكل واحد بس اللي هياكله. هظبطه كده وارجع لكم. كده بقى خلاص تمناها كده. واخر شويه بشاميل صغيرين يجي معلقتين 3 كبار كده. رحت حاطه عليهم بيضه. صراحه بيضه كبيره بصفارين بدل ما احط بيضتين يعني وحطيت سويت بيهم الوش في ال3. تمام. واخر حاجه بقى هنحط شويه الجبن اللي موجوده عليها كده ونوزعها على ال3 طبعا بالتساوي يعني زي ما انتم شايفين كده. وفي الوقت ده بنكون مثلا ولعنا الفرن علشان خلاص بقى كفايه كده. نتوسط ده عشان نبقى نديه للواد. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى كله على الوش كده جميل. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده بقى خلاص بنتمم علشان لو في نقطه ميه كده على البايركس زي ما انتم عارفين بيفرقع. تمام. تممي طبعا لو في حاجه في الحرف في حاجه كده حاجه كده. انا طبعا بخاطب مين؟ بخاطب البنانيت الصغيرين اللي لسه اللي لسه يعني دي اكله جديده وبيعملوها او كده يعني. انا عارفه كلكم عارفين كل حاجه واشطر مني طبعا. ان شاء الله تبقوا احسن حد في الدنيا. تمام. اشوفكم بقى بعد ما يطلعوا من الفرن ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش بقى لغايه دلوقتي تكونوا عملتوا اللايك والاشتراك. اوعوا ما تفعلوش الجرس عشان يجيلكم كل حاجه انا بعملها. معاكم ام هشام. ويلا بعد التسويه اقابلكم كمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ انا بحب دايما اسلم عليكم كده. انا طلعت الطواجن من الفرن اهو زي ما انتم شايفين. تمام. برضو لسه في الرز بلبن لسه مش كله دخل التلاجة زي ما انتم شايفين كده. والله العظيم
لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. التلاتة اولا دي طواجن بايركس. ده يكفي اتنين، وده واحد بس، واحد يعني مستريح شوية، وده هنشيله تمام. وعملنا كمان شوية طبق فراخ مشوية اهي. على قدنا يعني، حاجة كده ملمومة على قدنا خالص. هنشوف مع بعض تفاصيل النجريسكو احنا شفناها ازاي، اسهل حاجة. وعملنا الثلاث طواجن دول بكيس مكرونة واحد بس، كيس مكرونة واحد سباكيتي وصدر فرخة متوسطة مش كبيرة يعني تمام. كل ده برضه عشان نسهل على ست البيت ان هي ايه يعني، عملت الفرخة تاخد صدرها تعمل بيه، والباقي هيتاكل كده تمام، علشان برضه ايه اقتصاديا يعني يبقى كويس تمام. يلا يا حبايبي، اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات سوبر ماما. ما تنسوش بقى اللايك والشير والحاجات دي كلها، ما تنسوش اشيائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وقت وانتم بخير يا حبايبي. السلام عليكم.